رمضان البرنس مات ولا اتقتل؟ أسرار موت رمضان البرنس ووداع غريب من عدوية. عاش تلتين عمره في الفقر، ولما الدنيا ضحكت له فرقها بسرعة. الإسماعيلاوية كانوا وش السعد عليه. عدوية أول من تنبأ بموته واتهموا خدامته بقتله. في التسعينات كان لا صوت يعلو فوق صوت رمضان البرنس، مطرب الميكروباصات اللي جابها من تحت قوي. شرايطه موجودة في تابلو كل ميكروباص، والسواق عشان يبقى سواق لازم ياخد رخصة وشريط لرمضان البرنس. رمضان البرنس اسمه الحقيقي رمضان محمد شاكر. اتولد في حلوان في أسرة فقيرة جدا. أبوه كان شغال باليومية، وأمه ولدت ابنها التاني في صيف 63، وبعدها بسنة خلفت التالت عشان يكون عندها البرنس ورمضان وجمال. وقتها أبوه قرر يروح لبلده الإسماعيلية بعد نهاية التهجير، وهناك أمه خلفت الطفل الرابع، والحمل يتقل على أبوه والحال يضيق أكتر. أبوه مات في أول الثمانينات، لكن ده ما قطمش ظهر رمضان. ده ما صدق يطلع للدنيا يشتغل حاجة مختلفة غير الشغل اليدوي، وحاول كتير في أعمال مختلفة وفشل فيها كلها. لكن فشله كان باب لنجاح مش متوقع، وبدأ يحقق حلمه ويشتغل مغنواتي في الأفراح لحد ما تعرف اسمه في الأحياء وكل الإسماعيلية عرفته. وهناك الإسماعيلاوية صناع الفن اكتشفوا موهبته وشجعوه يدخل عالم الفن، ووقتها رمضان بقى رمضان البرنس، وبقى يطلب في كل الأفراح الشعبية. وفي بداية الثمانينات اتقدم لاختبارات الإذاعة واعتمدوه مطرب شعبي، وقدم أول ألبوم عايزة إيه، وكان واضح إن الألبوم مش مصروف عليه، وشركة إنتاج مش معروفة صرفت عليه بأقل الإمكانيات. وفي ألبوم عايزة إيه في أغنية اسمها يتيم الأم، دي نجحت جدا جدا في الشارع وعجبت كل سواقين الميكروباصات. مش بس كده، ده رمضان عمل لهم أغاني على ذوقهم عن غدر الصحاب وخيانة الحبيبة، وده خلى الألبوم بتاعه يحقق نجاح مش عادي. نجاح الألبوم حسب المبلغ البسيط اللي اتصرف عليه خلى المنتجين يجروا ورا رمضان، وعمل 12 ألبوم. وفي سنة 97 عمل ألبوم ذكرياتي، وفي أغنية ارجعي اللي صورها كليب، وهو الكليب الوحيد ليه، وخد لقب مطرب الميكروباصات. والغريب ان رغم نجاحه اتهاجم كتير جدا من النقاد، وكان وقتها احمد عدوية ملك الاغنية الشعبية. كان رمضان بيحبه جدا ونفسه يكون زيه، وعدوية وقف جنب رمضان وآمن بموهبته وبقوا اصدقاء. وكان في فيديو شهير لاحمد عدوية وعدد من الفنانين بيحتفلوا بعيد ميلاد رمضان البرنس الاخير، وغنى له فيه القمر مسافر. وعدوية قال في الفيديو اعتذرت عن حفلين عشان احتفل بعيد ميلاد البرنس، والله لو كانوا بمليون جنيه مش عاوزهم. وحضر عيد ميلاده فنانين مشاهير وكان مصروف عليه كتير، وده بين ان ابن حلوان اللي اتولد فقير وعاش تلتين عمره فقير خلاص حط رجله على اول الطريق. وده وقت نزول اغنيته عودي وكسرت الدنيا. وفي 16 ابريل سنة 98 كان احمد حسن لاعب الاسماعيلي وقتها بيرقص مع البرنس في الاسماعيلية بمشاركة فريق الاسماعيلي كله، وقال عنه بركات البرنس بيمثل حالة متفردة في تسعينات القرن الماضي، وان الاسماعيلية كانت بتعشق صوته وكل اغانيه. ولما بدأ يجهز اغنية ساعة الغروب من كلمات مسعد القص واللي اتكتبت مخصوص ليه، كان هو ومراته مدام عبير في عربيته مع اولاده رايحين راس البر، وتحديدا في شهر مايو سنة 1998. لكن للاسف عمل حادثة كبيرة بعد ايام قليلة من غناء احمد عدوية ليه اغنية القمر مسافر. وفعلا القمر سافر، مات البرنس ومراته واولاده محمد وسلمى، وكان عمره 35 سنة بس. وفي العربية كانت معاهم الخادمة بتاعتهم وهي الوحيدة اللي عاشت، فطلعت إشاعة إن الخدامة هي اللي دبرت الحادث، لكن بعد تحقيق طويل ثبت إن الخدامة ملهاش أي علاقة بالموضوع. وصاحبه محمد السويسي بعدها غنى أغنية ساعة الغروب وأهداها ليه بعد وفاته. لكن تبقى مفارقة القدر إن عيد الميلاد الوحيد اللي اتعمل له وكان حضره أهم نجوم الوسط الفني والغنائي في مصر كان عيد ميلاده الأخير، وكأنه وداع يليق بالبرنس. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.